تعالوا نعمل مع بعض شوية حواوشي كده تحفة جدا، مستوي من جوه كويس جدا، اخد قرمشة حلوة قوي، وفي نفس الوقت طعم الخلطة بتاعته حلوة جدا جدا. دايما بعملها وبخليها عندي بزيادة في الفريزر علشان لما احب اعمل حواوشي اي وقت اطلع واحشي العيش على طول. هنا ببتدي ان انا احط بصل كتير في الكبة على قد اللحمة بصل، يعني مثلا لو هتعملي كيلو لحمة هتعملي كيلو بصل، وهتبتدي ان انت تفرميه ناعم، وبعد كده ممكن تحطي بقى فلفل اخضر واحمر، فلفل حامي براحتك خالص. انا عملت هنا 3 فلفلات كبار، بكتر بقى الكميه علشان خاطر تعمل معايا كميه حلوه من العيش. وما تنسوش يا جماعه ان اللحمه لازم تكون فيها نسبه دهون كويسه علشان خاطر الحواوشي يطلع حلو معاكي وطعم. لو ما فيهوش هنحط حته ليا صغيره وهنبشرها عليها. حطيت البصل على الفلفل وبعدين بقى خلطتهم باللحمه، بس معلش في المونتاج الدنيا وقعت مني شويه. نحط بقى هنا معلقه كبيره ملح لكيلو لحمه، معلقه فلفل اسود كبيره، ومعلقه من بهارات اللحمه، ومعلقه من البابريكا. طبعا كمان ممكن تحطي شطه لو حباها حاره براحتك خالص. اعجني الكلام ده مع بعض كويس جدا جدا، وكده معاكي الخلطه جاهزه معاكي. انا هنا الخلطه دي والله كنت مطلعاها من الفريزر علشان اشتغل بيها على طول. وبعد ما فكت تماما ببتدي ان انا افتح العيش دايما بيجي ساعات مش طازه، لازم تسخنيه ميكروويف الاول عشان يفتح معاكي كويس. هنا بحشي العيش زي ما انتم شايفين كده، بفرد كوره كده في اللحمه وببططها كويس جدا جدا. طبعا انا بعمل اللحمه تكون يعني نسبتها كويسه، مش عايزه العيش يكون فاضي. وطبعا زي ما انتم شايفين انا مكتره قوي الخضار والبصل، فبالتالي ان شاء الله يعني هتبقى موفره، مش حاطه لحمه كميه كبيره. انا ما بحبش احط الشطه في الخلطه بتاعه الحواوشي عشان لو حد حابب شطه احط له في الرغيف بتاعه مباشره. لو عايزه تضيفي الشطه في المرحله دي ضيفيها بقى في كل رغيف وعلميهم من بعض. وممكن كمان تضيفي حلقات طماطم للخلطه دي، بس ما بتتحطش في اللحمه، تتحط على طول في الرغيف قبل ما يدخل الفرن مباشره عشان الطماطم ما تعملش ميه. ويفضل تكون الطماطم جامده شويه مش تكون طريه. تمام كده. هنبتدي بقى نجيب هنا الصينيه بتاعتنا، هندهنها بالزيت، وهندهن الرغيف من وشه ومن ظهره بالزيت زي ما انتم شايفين كده، او بالسمنه حسب ما تحبي، او زبده، او خليط ما بين الاتنين براحتك. انا هنا عامله ورقه زبده مش عشان الرغيف هيلزق، لا هو ما بيلزقش خالص، بس انا عامله ورقه الزبده عشان الصينيه ما تحتاجش غسل مني كتير يعني مش اكتر. لكن العيش عمره ما هيلزق معاكي بالطريقه دي. انا هنا طبعا بسخن الفرن كويس جدا قبل ما ادخله، لازم الفرن يسخن على درجه حراره عاليه الاول قبل ما تدخليه. وبدخله الفرن ما بفتحش الشوايه خالص، وبعد شويه ببتدي ان انا اقلبه على الوش التاني. بعد تقريبا ربع ساعه ببتدي ان انا اقلبه، وممكن تقلبيه مرتين علشان تطمني من السوى تماما. العيش لما بيكون طالع بيكون مخرفش كده واخد قرمشه. لو انت حابه تخليه طري بتطلعيه بقى من الفرن على حله وتكمريه، لكن انا بصراحه بحبه فيه قرمشه. زي ما انتم شايفين طالع ما شاء الله لا قوه الا بالله، مقرمش حلو قوي قوي، ولونه كمان خطير 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 بجد. شايفين ما شاء الله سمك اللحمه من جوه عامل ازاي ما شاء الله، ومستويه جدا جدا، اخده سواها المظبوط جدا. اخد تقريبا في الفرن حوالي 35 دقيقه، وبقطعه زي ما انتم شايفين بمنتهى السهوله، مش اللي هو ناشف، لا هو مقرمش وفي نفس الوقت طري برضه، يعني حاجه كده في منتهى الجمال. وطبعا افضل صوص تعمليه مع الحواوشي هو سلطه الطحينه، بتكون معاه حلوه جدا جدا جدا. وطبعا ما ننساش مخلل الترشي بيبقى معاه خطير. بعد ما بخلص بحب ان انا اقطعه رباع كده علشان الولاد ياكلوه بسهوله. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير ومتابعه للصفحه. كنت معاكم زينب زياد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.